صباح الخير عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض القهوة التركي. أكيد ناس كتير قوي بتعرف تعمل القهوة، بس في ناس شربت القهوة بتاعتي وسألتني انت بتعملها ازاي. قلت اعمل لكم فيديو. انا سعيد. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير لكل الفيديوهات، عشان الفترة الجاية هنعمل حاجات كتير حلوة قوي بخصوص كمان رمضان. كل سنة وانتم طيبين. يلا بينا بقى نبدأ في القهوة. انا بستخدم بن فاتح، بحب البن الفاتح قوي. تمام، او بن وسط، يعني ساعات كده وساعات كده. حط معلقتين قهوه جوه الكنكه. على فكره الكنكه النحاس دي بتفرق كتير قوي. بحط عليهم هنا ميه ساقعه. في ناس هنا بتستسهل وبتحط ميه سخنه او ميه مغليه، وده بيسويش البن كويس. فعشان كده احنا بنحط ميه ساقعه، ميه عاديه جدا من الفلتر، ما فيهاش اي حاجه خالص. ونبتدي نقلبهم شويه كده مع بعض وهم على النار. اول تقليبه دي كده، دي اسمها اول تقليبه. ان احنا بس بنميكس القهوة بالمية، مش هتميكس 100% عشان تبقوا عارفين. بس نقلبهم كده تقليبة كويسة. وبعد ما نقلبها التقليبة دي بتاعتنا اللي احنا بنقلبها دلوقتي دي، هنديها كده ايه، 3 4 خبطات كده عشان نحاول ان احنا ننزل البابلز وننزل البن تحت. هنرجع تاني نقلب القهوة بتاعتنا كمان تقليبة بعد ما وصلنا تقريبا لنص المدة من السوا بتاعنا. طبعا مش عايز اقولكوا قد ايه لازم تكون النار هادية جدا 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 على القهوة بتاعتنا، علشان خاطر البن بتاعنا يستوي بالراحة. وبرضه هنديها كام خبطة من اللي انا بخبطهم دول، على فكرة مهمين قوي. الخبطات دي بتنزل البابلز وبتخلي البن كده يمكس. واول ما القهوة بتاعتنا تبتدي خلاص كده هتطلع فوق خالص، هتفور مننا، نبتدي نصبها في الحاجة اللي احنا بنحب نشرب فيها القهوة. على فكرة يا جماعة، القهوة أكتر ما هي طعم هي مزاج. يعني في ناس بتحب تشربها في فنجان، في ناس بتحب تشربها في كوباية. أنا كده كده بحب أشربها في الاتنين، بس مش أي كوباية، الكوباية اللي انتوا شايفينها قدامكم. بالهنا والشفا، وباي باي.